انا فاكر قبل كده وانا صغير كنت ماشي مع امي في الشارع، شافت واحده حامل قالت لي ما تبصش ليها يا واد. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان العيل ممكن يطلع شبهك. استغربت ساعتها وقلت لها لو بصت لمحمد رمضان هتخلف نمبر 1، ولو بصيت لها هيطلع شمبانزي. انت شايفه يا ام؟ انا مش شايفه في وشي. ماشي يا شكرا، اتفضل. زمان كانوا بيؤمنوا بحاجه اسمها انطباع الام، ولحد الان بس في مصر بس. يعني لو الام شافت حاجه غريبه، واحد وشه فيه علامه، وشه مشوه، كانوا بيفتكروا ان الجنين بيطلع شبهه. كانوا بيقولوا كده ان الاطفال بتتولد بشكل غريب غير متوقع، لان زمان مش فاهمين يعني ايه جينات ووراثه. علم بقى قال شكل الطفل بيتحدد من الاب والام عن طريق الجينات اللي جوه الدم. مفيش حاجه اسمها الست لو شافت حاجه الواد بيطلع شبهه. في تفسير نفسي بيقول الام وهي حامل تكون في توتر وخوف على شكل ابنها، فالمخ بيخترع علاقه بين اللي بتشوفه وبين ابنها عشان يهديها من التوتر. يعني العقل بيطمنها بطريقه وهميه. لا دي الكلب دول بقلشوني. فتيجي جارتك ام سيد بتقولك يا بنتي مرات ابني بصت لكنغر طلع ودنه كبير، واثقه من نفسها مش واخد بالك. وهو جده السادس كان مركب دش. انا مش بعاين يا جماعه. التفسير الفلسفي بقى بيقول لك ان الانسان ما يعرفش سبب الحاجه اللي جات للطفل، وبيخترع سبب بدل ما يقول وراثه. بيقول انت لو بصيتي لحد ابنك هيطلع شبهه. انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ ده هو ده. ده هو ده؟ ايوه يا حاجه ايه؟ النهارده بقى ما تخافش، بص براحتك. انت كمان يا عم ما تخافش، مش هيطلع شبهك والله. وليه تخاف؟ انت تامر هجرس. خليك فهمان، متنساش تدوس لايك واشتراك. سلام يا فهمان.